ثمرة الصيام التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي التزكية. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. رواه مسلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى تزكية النفس بقوله: 3 من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر من بينها: وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.